بيان عسكري أننا باسم القيادة العامة لمجلس دير الزورية العسكري نزف البشرى ببدء حملة عاصفة الجزيرة، والتي تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق وشمال الفرات من رجس الإرهابيين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشمالي. وفي الوقت الذي تنهار فيه دفاعات العصابات داعش ويتقرب التنظيم الإرهابي من انهياره المحتوم في مدينة الرقة، وتسطر قوات سوريا الديمقراطية أساطير من البطولات والفداء ونجاحها في تحرير 70% من مدينة الرقة، وتحاول عصابات داعش شن هجمات على مناطق الشدادي وريف الشرقي لدير الزور، محاولة يائسة لرفع معنويات قواتها في الرقة. لذلك فإننا في مجلس دير الزور العسكري قررنا ببدء هذه الحملة الحاسمة، والتي تنبع من روح المسؤولية الذي نكنه اتجاه أخواتنا وأخوانا في الرقة، وتأييدا ومؤازرة وواجب اتجاه أهلنا في الجزيرة السورية عموما، وريف دير الزور الشمالي خصوصا، الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بفارغ من الصبر. وهذا مناسبة العظيمة نناشد أهلنا في المنطقة للالتفاف حول قواتنا والانضمام في صفوفها من أجل تصفية الإرهاب وأنقاذ شعبنا من الظلم، كما ندعو إلى الابتعاد عن مراكز تواجد الإرهابيين حفظا على سلامتهم. ونؤكد بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل ألا يتضرر المدنيين والعزل، وسنعامل على نقلهم إلى المناطق الآمنة، كما نحيي قوات سوريا الديمقراطية على تأييدها ومشاركتها في هذه الحملة، ونشكر قوات التحالف الدولي بما قدمته لقواتنا من الدعم الأرضي والجوي. ومعنويات قواتنا عالية وجاهزيتها تامة لتحقيق الانتصار. المجد لشهدائنا. عاشت سوريا حرة ديمقراطية، عاشت أخوة الشعوب. الخزي والعار للإرهابيين وأعداء الإنسانية. 9 يوليو 2017 القيادة العامة لمجلس دير الزور العسكري.